القصة الأولى: البيت اللي بينام فيه الزوار وما بيصحوش. أنا اشتريت البيت ده من مزاد حكومي، مكان مهجور بس واسع ورخيص، وكان واضح إنه لسنين طويلة محدش سكنه. أول ما فتحت الباب شميت ريحة تراب ممزوجة بحاجة شبه عفن لحم. قلت يمكن فئران ميتة. دخلت وبدأت أنظف. أول ليلة سمعت خطوات بطيئة بتيجي من الدور العلوي، مع إن البيت فاضي، والأغرب كل ما أطلع أتأكد ألاقي ولا حاجة، لكن في كل مرة صوت الخطوات يقرب أكتر. في الليلة الرابعة صحيت وأنا متغطي ببطانية قديمة ما كانتش بتاعتي، ولما نورت النور كانت في آثار أقدام طين داخلة أوضتي وواقفة جنبي بالضبط. قبل ما أكمل، لو عندك الجرأة إنك تكمل اضغط لايك واشترك، علشان يمكن اللي زارني في الليلة الخامسة يزورك الليلة 3 2 1. في الليلة الخامسة لقيت راجل قاعد على طرف سريري، مش بيتكلم مش بيتحرك، بس بيبصلي. ولما صرخت ونورت اختفى. جبت شيخ يقرأ القرآن في البيت. الشيخ وقف فجأة وقال: مين ساكن هنا؟ قلت له: أنا بس. قال لي: الكلام ده مش حقيقي، البيت فيه حد قبلك ولسه ما خرجش. أنا مشيت بعدها، بس كل مرة بعدي من قدامه بحس إن حد بيبصلي من الشباك وبيستناني أرجع. القصة الثانية: مستشفى من غير أبواب خروج. في 2016 حصل لي حادثة عربية كبيرة على طريق سريع. صحيت بعدها في مستشفى شبه مهجورة، الإضاءة ضعيفة والأرضية فيها آثار دم. ناديت على الممرضة، لكن اللي دخل ما كانش ممرضة، كانت ست شعرها منكوش، لبسها أبيض، وشها مفهوش ملامح، بس بتتكلم بصوتي. قالت لي: ما تخافش، احنا هنا بنخيط اللي انقطع، بس الروح بنسيبها معلقة شوية. جريت في الممر، بس كل باب كنت بفتحه بيرجعني لنفس الغرفة، حتى الحمام نفس الغرفة، كأن المستشفى كانت ملفوفة حوالين روحي. لقيت على الأرض ملف طبي، اسمي مكتوب عليه وتحتها جملة: مات الساعة 3:15 صباحا. وملحقوش يسعفوه. صوت الست قرب من ورايا وهمست: بس انت لسه بتتكلم، يعني لسه مربوط هنا. من وقتها كل ما أسمع صوت إنذار سيارة إسعاف بيجيلي نفس الحلم، وأصحى في نفس الغرفة وأسمع صوتي بيقول لي: رجعت. القصة الثالثة: المكان اللي بيمنعك تغمض عينيك. واحد صاحبي اسمه حسام اشتغل فترة حارس أمن في مخزن بضايع مهجور خارج المدينة. المكان كبير جدا وما فيهوش كاميرات، بس فيه نظام إنذار صوتي لو حد اتحرك جوه. في أول يوم شغل قاله المدير: لو سمعت جرس الإنذار ما تقومش من مكانك، وافتكر مهما حصل ما تغمضش عينيك، لو غمضت هتشوفهم. حسام افتكر إن المدير بيهزر، بس في الليلة الرابعة سمع الإنذار، فز من على الكرسي، لكن افتكر كلام المدير. قعد مكانه، بس عينيه بدأت تغلق من التعب. وفي اللحظة اللي رمش فيها سمع صوت خربشة جامدة على الزجاج. بص بسرعة، مفيش حد. رجع يفتح كاميرا اللابتوب اللي حطتها مراقبة من نفسه. شاف صورة لنفسه نايم، وورا ظهره 3 أشخاص واقفين، جسمهم طويل بشكل مش طبيعي ووشوشهم مغبشة. نط من مكانه وجرى على الباب، بس الباب مش بيفتح، لحد ما جات رسالة على اللابتوب: انت رمشت، انت شفتهم، يبقى لازم تكمل الليلة معاهم. لما رجع المدير تاني يوم لقى الكرسي فاضي، بس اللابتوب شغال وعليه صورة شخص تاني قاعد مكان حسام، وعينيه مفتوحة لدرجة الدم نازل منها.